في مقولة بتقول: لن ينتصر ملاكم ظل يحمي وجهه لمدة ساعة. وده الحقيقة اللي حصل النهارده في الماتش ما بين مصر والسنغال. فالحقيقة في كام نقطة كده أنا عايز أتكلم فيهم النهارده، وهم اللي حارقين دم الواحد ومضايقين الواحد جدا ومزعلين الواحد جدا. أول حاجة مثلا الأداء الدفاعي مثلا. أنا مش فاهم أنت ليه بتلعب يعني بأداء دفاعي لمدة 90 دقيقة وما بتروحش على الجون. أنت ما عملتش أي حاجة، أنت ما شُطتش كورة على الجون تقريبا، هي في كورة واحدة بس بتاعة عمر مرموش تقريبا في الدقيقة 90. غير كده أنت ما عملتش أي حاجة. واقف طول الوقت بتدافع. حتى التحولات الهجومية عندك ما فيش تحولات. أنت بتاخد الكورة. أنا نفسي أفهم بس حد يقول لي هو أنت المفروض بعد ما بتاخد الكورة وتقطع الكورة، أنت بتعمل بيها إيه؟ كمنتخب مصر أنت بتعمل إيه؟ إيه خطة اللعب؟ إيه التحولات بعد كده أنت بتعمل إيه عشان يحصل تحولات ويحصل إن أنت تروح للجون وتسجل جون؟ أنت بتاخد الكورة وبعد كده ما بتلاقيش أصلًا حد في التلت الهجومي بتاعنا. بتلاقي عندهم زيادة عددية من ناحية منتخب السنغال، وأنت ما فيش أي حد واقف بيهاجم ولا في حد بيعمل أي حاجة عندك. تاخدوا الكورة وبعد كده ما تفهمش بقى إحنا المفروض نعمل بيها إيه يا جماعة. اللاعب بيقف ما بيبقاش عارف هو المفروض يعمل إيه. بس هو ده اللي إحنا بنعمله، إحنا بنقطع الكورة، بنقف بندافع كويس وبعد كده ما فيش أي حاجة. أنت تقريبًا النهارده مندي ده أسهل ماتش يلعبه في حياته. يعني لو سألت مندي النهارده هيقول لك ده أسهل ماتش أنا لعبته في حياتي. ما فيش حاجة بتروح عليه. هي كورة واحدة بس بعد ما دخل فينا جون وحسينا إيه ده، لأ ده إحنا لازمًا نكسب ولازمًا نجيب جون عشان نتعادل والماتش مهم طب ليه؟ ليه أنت بتشوط كورة واحدة بس في الماتش كله؟ أنا عايز بس أقول لك الإحصائيات، تعالَ نشوف بس كده الإحصائيات عاملة إزاي النهارده. الاستحواذ مثلًا أنت 63% للسنغال مقابل 37% بس لمنتخب مصر. الأهداف المتوقعة 0.31 للسنغال، أنت 0.12. تعالَ بقى شوف إجمالي التسديدات، هم شاطوا 12 كورة أنت شُطت 3. أنا ما أعرفش أصلًا 3 دي جات منين، أنا مش فاكر غير هي واحدة بس بتاعة عمر مرموش. مش فاهم ال3 دي جات منين، بس ما علينا. تسديدات على المرمى أنت شُطت واحدة بس اللي هي بتاعة مرموش اللي إحنا قُلنا عليها، مقابل 4 لمنتخب السنغال. الضربات الركنية 6 لمنتخب السنغال، أنت جات لك ركنية واحدة بس في الماتش كله، في 90 دقيقة ركنية واحدة بس. فده يبين لك قد إيه أنت كنت بتلعب جيم دفاعي بس، ما عندكش أي حاجة، ما عندكش أي حلول هجومية. أنت كل اللي بتعمله أنت واقف بس تلعب medium block وlow block وما فيش بقى أي حاجة، تحولات، تستغل سرعات، ما فيش أي حاجة. طيب، تمريرات صحيحة 468 تمريرة لمنتخب السنغال، و214 تمريرة بس لمنتخب، يعني تقريبًا أكتر من الضعف. ده طبيعي لأن هم معاهم الاستحواذ أصلًا، يعني هم ماسكين الكورة وعمّالين يدوّروا الكورة وأنت واقف ما بتعملش أي حاجة. أنت واقف بس بتدافع وخلاص. لكن بعد الدفاع طب نعمل إيه، نتصرّف إزاي، نستغل سرعات، نعمل هجمة مرتدة خطيرة، نعمل أي حاجة، ما فيش أي حاجة. ما فيش أي حاجة، ما فيش أي لعب، ما فيش أي جملة بتتعمل، ما فيش. أنت ما جيتش الماتش. أنت ما لعبتش خالص. السنغال كانت بتلعب لوحدها. في هنا بقى رقم، أنا لمّا قريت الرقم ده وشُفته أنا اتخضيت. أنا حاسس إن في حاجة غلط. الهجمات لمنتخب السنغال 99 هجمة. منتخب عمل 99 هجمة في الماتش، مقابل كام بقى هجمة؟ 37 هجمة. طبعًا الهجمات بتتحسب مش الفُرَص، الهجمات اللي هو بداية ما بتلعب بتبدأ لعب لحد ما بتوصل للجول، يعني كل الهجمات بقى 99 هجمة مقابل 37 هجمة بس لمنتخب مصر. أنت متخيّل منتخب بيعمل عليك 99 هجمة؟ وأنا عايز أقول حاجة، خط الدفاع بتاعنا النهارده كان كويس جدًا. يعني خط الدفاع بصراحة ما كانش فيه عيوب. يمكن أقل واحد بالنسبة لي في الماتش النهارده في خط الدفاع كان محمد هاني. لكن خط الدفاع ما كانش سيء، كان كويس، بدليل إن هُم ما عرفوش يسجّلوا غير هدف واحد في آخر 10 دقايق. فخط الدفاع كان كويس، لكن أدائك الدفاعي كان مُبالغ فيه. أنت ليه بتلعب بشكل دفاعي يعني ليه طول ال90 دقيقة أنت ما حاولتش إن أنت تمسك كورة حتى ربع ساعة، تبين لي فيهم أي حاجة، يمكن كنا نجيب جون، يمكن كنا نكسب. أنت النهارده عملت حاجة مهمة كحسام حسن، عملت حاجة أنا باشوفها كانت يعني حاجة مميزة. إن في الشوط الأول لو خدت بالك من إمام عاشور هتلاقيه طول الوقت ماسك إدريسا جناجي، اللي هو أصلًا بيطلعوا بيه على الكورة. عشان كده منتخب السنغال أنت ما حسيتش بأي خطورة
في الشوط الأول، لإن ده اللاعب اللي بيطلعوا بيه بالكورة، بيطلع بيربط ما بين خط الدفاع وخط الهجوم. فأنت لو جيت بصيت على تحركات إمام عاشور في الماتش الأول هتلاقيه دايمًا بيلعب مان تو مان مع إدريس جناجي، فكان قافل اللعب عليهم خالص، ما كانش في أي طرق لعب بيلعبوا عليها ولا عملوا أي حاجة ولا أي خطورة. بس في نفس الوقت لو جيت بصيت على الجبهة اللي هي الشمال بتاعتهم اللي هي من ناحية ساديو ماني، هتلاقي إن ساديو ماني ما بيدافعش أساسًا، ما بيرجعش يدافع. فالمفروض إن أنت كنت تستغل نقطة زي دي، تعمل جبهة. يعني أنت مثلًا نزّلت تريزيجيه مكان أحمد فتوح، فأنا كنت شايف إن كان ممكن ينزل زيزو مكان محمد هاني وتعمل جبهة ما بين محمد صلاح وما بين زيزو، هتستغل المساحات اللي موجودة في الجبهة دي، هتستغل السرعات، لكن أنت ما عملتش كده. تاني حاجة، صلاح أصلًا أنت ما استغلّيتش السرعات ولا كان متطرّف، صلاح كان دايمًا داخل في العمق هو وعمر مرموش، فكان الأطراف عندك أصلًا ما فيش حد بيستغل الأطراف، ما فيش أي سرعات من ناحية الأطراف، أنت كل اللعب بتاعك من العمق. طب وبعدين؟ ما هُم واقفين بشكل كويس وواقفين منظمين وأنت مش عارف تعمل حاجة، مش عارف تعمل أي حاجة، وده اللي حصل، إن أنت ما عرفتش تكسب، ما عرفتش تسجّل جون زي ما حصل في منتخب كوت ديفوار. لأن منتخب كوت ديفوار كان عندهم يعني تهور شوية في الدفاع، كانوا بيزيدوا بيتقدموا جدًا في الدفاع بتاعهم، بيزيدوا بيتقدموا فبيبقى في مساحات إن أنت تلعب كورة، لكن منتخب السنغال لأ، واقف بشكل منظم، فأنت ما عرفتش تعمل حاجة، ما عرفتش تستغل السرعات بتاعة مرموش أو بتاعة صلاح، ما عملتش أي حاجة. والنقطة التانية بقى، كابتن محمد الشناوي، يعني يعني أنا مقدّر إن أنت حارس كبير، بس يعني إحنا مش هنلعب على التاريخ، يعني أنت مش هتقف جون بتاريخك، يعني الموضوع ده خلاص بقى يعني ما ينفعش. في واحد اسمه مصطفى شوبير قاعد برّه على الدكة بصراحة يستحق إن هو يلعب عليك، أنت أي كورة بتتشاط عليك من برّه ال18 بتدخل جون، يعني في بطولات كتير كنادي أهلي، إحنا خسرنا بطولات كتير كنادي أهلي بسبب محمد الشناوي، من الترجي بقى لصن داونز مش عارف لإيه، كتير أوي، كتير، اضرب يا بدري وكل الكلام ده، أي كورة بتتشاط على محمد الشناوي من برّه ال18 بتدخل جون، وكلنا عارفين إن محمد الشناوي أكتر عيب عنده الكورات اللي بتتشاط عليه من برّه ال18. النهارده وائل جمعة كان بيقول كلمة، الكابتن وائل جمعة كان بيقول كلمة في الاستديو، قال إن كان معانا عصام الحضري لمّا كان بتتشاط عليه 3 كور كان بيصُد ال3، على الأقل بيصُد 2. وهنا الحقيقة أنا عرفت قيمة كابتن عصام الحضري، أو عرفت قيمة إن أنت يبقى معاك حارس مرمى كويس يشيل الفرقة، مش 50% بس من قوة الفريق، لأ ده حارس المرمى ده 80% 100% من قوة الفريق، لأ ده مهم، مهم. كابتن محمد الشناوي ما بيترميش على أي حاجة، ما بيفردش إيده. أنا مش عارف هو هيفضل يلعب لحد إمتى، وأنا برضه أنا مش عايز ألومه، يعني عايز ألوم اللي بياخد القرار، لأن هو اللي المفروض هو اللي شايف إن محمد الشناوي مستواه ما بقاش كويس، متراجع، الراجل خلاص بيكبر في السن، فخلاص يدّي بقى فرصة طيب لمصطفى شوبير، لاعب كان بيلعب في بطولة أفريقيا مع النادي الأهلي وكان متألق والدنيا كانت ماشية تمام، فقُلنا خلاص هياخد بعد كده وهيلعب هو أساسي، لقيته مرة واحدة بيرجع تاني والشناوي بيرجع يلعب عليه، طب ليه؟ ما هو ماشي كويس. ما هو الشناوي خلاص، ما إحنا شُفنا يا جماعة، شُفنا عمل أخطاء، أكتر لاعب عمل أخطاء في البطولة هو الكابتن محمد الشناوي، والنهارده لولا الجون اللي دخل ده والجون دخل يعني أنا مش شايف إنه جون ملعوب ولا فيه أي حاجة يعني، كان ممكن محمد الشناوي يتعامل مع الكورة، يعني لو كان صَد الكورة دي لأ، كنا ممكن نوصل لضربات جزاء مثلًا، نوصل إن إحنا نشوف بقى الحظ بعد كده هيعمل إيه، نشوف الدنيا ماشية إزاي، لكن الكورة اللي بتتشاط عليك، الكورة اللي بتتشاط عليك من برّه ال18 تقريبًا الكورة الوحيدة اللي اتشاطت عليك تدخل فيه الجون، ما هو ما ينفعش، حرام والله، حرام. وبعدين في نقطة تانية بقى، كابتن محمد صلاح، طبعًا محمد صلاح إحنا عارفين إنه لاعب من أهم اللعيبة في تاريخ مصر، ويمكن من أهم اللعيبة في تاريخ أفريقيا كلها مش مصر بس، بس أنا ما حسيتش بوجود محمد صلاح في البطولة، هو كان كل ماتش بيجيب له هدف وتلاقي الدنيا مشيت معاه وفي توفيق، لكن تعالَ شوف أداؤه كمُجمل، لأ ما فيش أي حاجة يا جماعة، ما فيش محمد صلاح، ما فيش أي خطورة، تحس إن محمد صلاح خلاص ما زي ما بيقولوا كده فقد رونقه، يعني ما بقاش موجود خلاص، ما بقاش بنفس الجودة بتاعة زمان من كام سنة، ما بقاش في سرعات، ما بقاش في مهارة، ما بقاش في أي حاجة، ما بقيتش حاسس بوجوده خالص، يعني ما فيش محمد صلاح،
تشوف الناحية التانية مثلًا ساديو ماني، اللي الناس كتير بتقعد تنتقده وتقول مش عارف لعيب إيه ولعيب غِتت وبتاع ورخم وكلام من ده وكل الكلام ده، بس بيموّت نَفْسه مع المنتخب. لاعب بيلعب يعني إحنا كان في حتّة كده عندنا مقتنعين بيها، مش عارف ليه مقتنعين بيها، يقول لك إن لعيبة مصر عندها روح وجرينتا وبتخاف على المنتخب وبتلعب بروح، على غير مثلًا لعيبة الأفارقة اللي هم بتوع أفريقيا اللي بيبقوا محترفين، فبييجوا يلعبوا باستهتار شوية ويبقوا خايفين على نَفْسهم، يتصابوا بتاع، فما بيبقاش عندهم روح. لأ، الحقيقة أنا ما شُفتش كده خالص. أنا شُفت منتخب السنغال اللعيبة ما شاء الله عليها بتموّت نَفْسها في الملعب. ساديو ماني بيلعب بغِل، بيلعب بغِل مش عشان هو متضايق منّك أو في طار والّا في حاجة لأ، هو بيلعب بغِل في كل الماتشات، هو عايز منتخبه يكسب، عايز منتخبه يبقى كويس، عايز يحقق بطولة، عايز يفرّح شعبه، حاسس بالمسؤولية. لكن كابتن محمد صلاح أنا ما حسيتش بوجوده طول البطولة، ما فيش حاجة. كان بيجيب جون في آخر كل ماتش وخلص الموضوع وخلاص الدنيا تمام، وكانت الدنيا بتمشي بسبب إن بييجي جون وإن إحنا بنكسب، لكن كمُجمل ما فيش حاجة، ما حسيتش بأي خطورة. ومصطفى محمد، فين مصطفى محمد؟ أنت المهاجم الوحيد عندك أصلًا في المنتخب اللي بيعرف يلعب براسه هو مصطفى محمد، مقعّده على الدكة ليه؟ ليه مقعّده على الدكة؟ مين هيلعب براسه طيب؟ يا كابتن حسام أنت كنت مهاجم أصلًا وعارف. يعني أنت كنت مهاجم، أنت عارف أصلًا الدور ده مهم قد إيه، لازمًا يكون موجود معاك مهاجم قوي، يعرف يخلّص لك الفرص اللي بتيجي لك. أنا حاسس إن أنت قتلت مصطفى محمد في البطولة دي معنويًا، لاعب بينزل كل ماتش دقيقتين 3 وبينزل ما بيعملش أي حاجة، ما بيلحقش يعمل حاجة، هيعمل إيه؟ ما فيش حاجة هيعملها، هيقدّم إيه طيب مصطفى محمد؟ ليه النهارده ما نزلتش بمصطفى محمد؟ والنغمة بقى اللي هي بتاعة والله هي الدنيا ماشية كده، فإحنا هنفضل نلعب كده، اللي هو التشكيل ده إحنا كسبنا بيه، يبقى إحنا إيه، نستمر بقى كده بيه. طب ما هو ما فيش حاجة في الكورة اسمها كده يا كابتن، كل ماتش له ظروفه. أنت كسبت الماتش اللي فات بنفس التشكيل ده تمام، تمام كويس، لكن مش معنى كده إن أنا بقى خلاص ما دام الدنيا مشيت معايا في كده، فهاروح ممشّيها برضه في ماتش السنغال. يعني المفروض أنا شايف إن أول واحد كان يطلع من الملعب النهارده كان محمد صلاح، وكنت ممكن تنزّل زيزو في المكان ده يستغل السرعات وتنزّل مصطفى محمد وتلعب بقى عرضيات، تلعب عرضيات. أنا الحقيقة النهارده أنا ما شُفتش المنتخب يعني هجوميًا، أنت لمّا بتمسك الكورة يعني بيبقى في طريقة لعب، أنت مثلًا بتطلع على الأطراف، أنت بتطلع من العمق، أنت بتجمّع لعب مثلًا في ناحية اليمين وبعد كده بتحوّل اللعب للشمال وتستغل المساحات في ناحية الشمال أو العكس، بتلعب على عرضيات أو بتلعب على إن أنت تشوط من برّه بتعمل أي حاجة، لكن أنا ما شُفتش أي كورة. أنا ما شُفتش كورة، أنت شايف الإحصائيات بقت عاملة إزاي، إيه ده! منتخب بيلعب لوحده، منتخب مصر ما جاش، الحقيقة الواحد حزين، حزين ومتضايق وخلاص بقت بتترسخ في العقول إن منتخب السنغال بقى عقدة مصر، وده حقيقة، إحنا بنلاعبهم في أي حاجة في الدنيا بيكسبونا، أي حاجة في الدنيا، أي حاجة في الدنيا فيها منافسة بيكسبونا، يعني مش عارف ليه، وبعدين هو بيكسبوك أصلًا يعني أنت لو جيت بصيت يعني الماتش بتاع أفريقيا في 2021 أو كأس العالم هم مش بيكسبوا الكورة، ما كسبوا ضربات ترجيح، يعني حظ. حتى النهارده هم برضه كورة من برّه ال18 اتشاطت وخلاص. يعني أنت بتبقى قريب منهم، يعني أنت مش بعيد عنهم، بس أنت اللي بتعمل في نفسك كده، أنت اللي بتبقى نازل خايف، أنا نازل أنا حاسس النهارده اللعيبة نازلة كل اللي في دماغها إن السنغال دي عقدتنا، نفسيًا ومعنويًا اللعيبة هَمْدت. وممكن برضه من كتر الشحن اللي الناس قعدت تقول لك منتخب السنغال عقدة ولازمًا نكسب، لازمًا نكسب. يا جماعة ماتش عادي زي أي ماتش، ده نفس اللي حصل في ماتش كوت ديفوار، بس العكس، يعني كوت ديفوار كانت هي اللي مضغوطة، كانت هي اللي في دماغها إن منتخب مصر ده عقدتنا وإن إحنا مش عارفين نكسبه، فاللاعيبة نزلت مقلّقة، وده اللي خلّانا نكسب، ونفسيًا كنا أعلى عليهم، وكمان الهدف اللي أنت سجّلته في الأول ده علاك أكتر وخلّى نفسيتك بقت في السما، وهُم هِمدوا شوية مع الهدف التاني وكده، فالدنيا مشيت، لكن النهارده أنت العكس، أنت النهارده نازل ما فيش نفسيتك في الأرض، تحس إن أنت اللعيبة أنت ما فيش فين الروح، فين الروح، فين المحاولة، فين الاجتهاد، يا عمي مش مشكلة نخسر، نخسر، ناس كتير أصلًا كانت متوقعة إن إحنا هنخسر عادي، بس اخسر بأداء كويس، اخسر وأنت عامل اللي عليك، اخسر وأنت بتجتهد،
يخسر وأنت بتحاول، إنما مش الإحصائيات دي إن أنت ما جيتش الماتش، أنت ما لعبتش كورة، أنت ما عملتش أي حاجة. والحقيقة أنا ضد الناس اللي هي بتقول لك بقى حسام حسن يمشي ولأ، ادوا له الفرصة، خلّوه. ما أعتقدش إن في حد هييجي مثلًا دلوقتي أحسن من حسام حسن يعمل حاجة، هي دي الإمكانيات اللي عندك خلاص وأنت بتلعب على قد إمكانياتك، وهو كل واحد بيبقى ليه خطة لعب، جايز كابتن حسام حسن هو خطة لعبه إن أنا بادافع، راجل بادافع، بس أنت مثلًا أيام كور لمّا كنت بتدافع وبتلعب باصي لصلاح، أنت على الأقل كنت بتدافع، بتقف كويس وبتعرف إنك تخطف جون 2 وتسجل، لكن أنت النهارده أنت بتدافع وما فيش أي حاجة في الهجوم نهائي، أنت ما ليتش هجوميًا، أنت صفر، أنت ما عملتش أي حاجة. هي كورة واحدة بس اللي شُطّها من عمر مرموش، غير كده أنت ما عملتش أي حاجة نهائي، الماتش سيء بطريقة أنا قاعد باتفرّج أنا حزين، ليه؟ ليه نلعب كده؟ طب ما نمسك كورة شوية، ما هي الكورة يعني شوية ممكن تدافع، شوية تهاجم، أنت ممكن شوية مثلًا تلعب high block مثلًا وhigh pressure وتضغط من قدّام، شوية لأ بترجع شوية لورا، بتمسك كورة شوية، بتسيب الاستحواذ شوية، لكن أنت طول ال90 دقيقة سايب لهم الاستحواذ. طب ما أنت أكيد هتخسر، هو ما فيش منطق بيقول كده، ما فيش منطق بيقول إن أنت تفضل تدافع 90 دقيقة وهتكسب، بأمارة إيه طيب؟ طب أنت دافعت 90 دقيقة، أنت بقى استغلّيت سرعات عمر مرموش ومحمد صلاح وإمام عاشور، استغلّيت ده، أنت عارف أنت بعد الهجمة بعد ما بتقطع الكورة وبتروح بهجمة، أنا بالاقي مثلًا عمر مرموش، صلاح وإمام عاشور اللي مثلًا معاه الكورة، بتلاقيه واقف مش عارف هيباصي لمين، طيب هيعمل إيه؟ مش لاقي حد، هم في خط الدفاع كتير منظمين منتشرين في الملعب بشكل كبير، وهو مش لاقي حد يلعب له كورة، لأن أنت بتلعب ب5 بيدافعوا، محمد هاني وفتوح والتلاتة اللي في قلوب الدفاع حسام عبد المجيد اللي كان هايل النهارده وعمل ماتش كبير جدًا ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، وبتلعب قدامهم كمان ب2 بيدافعوا، يعني حتى الاتنين ما عندهمش حد ما فيهمش حد اللي هو بيهاجم بي بي ليه أدوار هجومية، لأ الاتنين برضه واقفين فأنت في 7 ما فيش هجوم عندهم، ما بيلعبوش هجوم، واقفين بيدافعوا، لمّا بيحصل تحولات هم بيفضلوا واقفين، طب المفروض بقى إن أنت لمّا تحصل تحولات إمام يزيد وصلاح ومرموش، وييجي من ورا برضه من نُص الملعب يزيد معاهم مثلًا حمدي فتحي أو مروان عطية، ويزيد واحد من الباكات، مش لازمًا الاتنين، هو عادي ممكن لو أحمد فتوح ساب اللي بيُقف محمد هاني، فبتبقى 4 في الدفاع، يبقى محمد هاني وحسام عبد المجيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، فبقى عندك 4 فأنت مأمِّن في الدفاع. بيطلع أحمد فتوح وبيزيد فبيعمل زيادة هجومية، لكن أنت شايف إنك لمّا بتقطع الكورة هم ال5 واقفين زي ما هم، الاتنين اللي في نُص الملعب حمدي ومروان الاتنين واقفين زي ما هم ما بيعملوش أي حاجة، ما بيتقدموش، والمحصلة إيه، أنت بتهاجم ب3 لعيبة وهم بيدافعوا ب5، 6 لعيبة وأنت مش عارف تعمل حاجة ومش عارف تطلع بالكورة. الحقيقة الواحد حزين، حزين جدًا وزعلان جدًا، ويمكن دي كانت آخر فرصة أصلًا لمحمد صلاح وتريزيجيه والجيل ده إن هو يحقق البطولة يا ترى بقى هيقدروا يحققوها الفترة الجاية والّا خلاص كده دي كانت آخر فرصة؟ مش عارف. قُل لي أنت كده إيه رأيك في الكومنتات في الماتش، وكنت شايف الماتش إزاي والدنيا ماشية إزاي؟ بس كده، سلام.